السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم احلى حواوشي بيتي. طبعا كان عندي نص كيلو لحمة مفروم، وحطيت كيلو الا ربع بصل على قرن فلفل رومي احمر اصفر، قرنين خضر. طحنتهم الاول كده لوحدهم. انتوا عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من فيديو لفيديو، والله بتوحشوني. واللي يخش يشوف الفيديو يعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان ينزل له كل جديد. انا طبعا بطحن كده البصل. وعندي 200 جرام دهن، طبعا عشان اللحمه حمراء قوي قوي. ف صوت العيال في الشارع. حطيت لهم ال 200 جرام دهن دول، وحطيت توم باودر بقى وبصل باودر وبهارات وبهارات حواوشي وبلح جوز الطيب. اي توابل انت بتحطيها عايزاها بقى حطيها. جايبه انا خلطه التوابل اللي هي في الكيس دي. طبعا بجيبها انقعها الاول في شويه ميه، واروح احطها حبه حبه على اللحمه. وطبعا بمسك نص كوبايه ميه وانا بفرم اللحمه، احط حبه بحبه عشان انسجه اللحمه مع الدهن تنعم. وهي بص هتبقى ناعمه وجميله، هتبقى ناعمه جدا. واحط معلقه كربوناتو، يعني معلقه ونص صغيرين، او هي معلقه كبيره مثلا. الكربوناتو يا جماعة بيخلي الحواوشي جميل جدا. وقطعة اللحمة بتحطها من جوه ولا تفرول ولا بتقع ولا بتتحرك بحطة ايدك. زي ما تحطيها هتلاقيها. انا طبعا زودت فلفل اسود، وزودت شوية فلفل اسود وشوية شطة غير الشطة اللي انا كنت حاطاها فيها. بدعكها طبعا جامد. وكان في حتتين سمين كده انا شلتهم عشان لو قابلوا بنتي مش هتاكلهم ابدا. وهنا شوية فلفل اسود بملح برضو، لقيتها دلع شوية. هنا بقى كنت جايبة ب20 جنيه عيش. كام؟ 8. التمانية ب10 جنيه. فجبنا عملت منهم 11 رغيف. يعني عملت 11 رغيف ما شاء الله مليانين جدا. وانا ما بحبش ولا عيالي بيحبوا الحواوشي مليان لحمة كده. بنحب اللحمة فيه بسيط. فهم عملوا 11 رغيف. وطبعا هيفيد منهم. عملته تاني يوم في صينيه بطاطس، عملتها كفته وعملتها في صينيه بطاطس، بس برضه انا ما صورتهاش. يعني بقول لكم لو حاجه فاضت مش هتخسر. حته اللحمه اللي هشيلها في الاخر قدامكم تاني يوم استعملتها في صينيه بطاطس. عملتها كده راس كده مدوره، وحطيتها في البطاطس واستعملتها يوم تاني مع واحدتين بطاطس 3، وشغلتهم يوم تاني. فطبعا الحواوشي طالع جميل جدا جدا جدا. والخلطة اللي هي في الاكياس ديت ما تبوشيها كده بمية وتحطيها حبة حبة، بتدي طعم برضو جميل غير خلطة الحواوشي اللي هي من العطار. اهي حتة اللحمة دي عملت عليها صينية بطاطس حلوة جميلة، نفعت لتاني يوم والله، يفاد منها كمان. دول كده 11 رغيف ما شاء الله عليهم. طبعا انا بحمر اهو، بصوا التحمير في الطاسة وفي البتاع عشان ما كانش في وقت وولعتش الفرن. فالتحمير جميل اهي والحواوشي جميل. لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، واشوفكم على خير. ومع السلامه مع شويه سلطه خضراء مع شويه سلطه طحينه. واليوم عدى وخلص، وتاني يوم استعملنا حته اللحمه اللي فاضت استغليناها في صينيه بطاطس. الكربوناتو يا جماعه بيمسك اللحمه جميله جدا جدا جدا. هقول لكم بقى لايك وشير وسبسكرايب، وتدوسوا بقى على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. واشوفكم على خير مع السلامه.